الشكر والامتنان. ماشي. في حاجه كده بحس ان احنا دايما ناقصه، ان احنا ما بنمتنش للنعمه. تمام. ممكن دايما بقينا حتى اللي متصدر لنا ان الكل بيتكلم على مشاكل العلاقات، صح. محدش بيفكر ان هو يبتدي يشكر العلاقه دي، او يقول إن يشكر الطرف التاني ان هو عامل له. دايما اه. بندور على التقصير فيهم. تمام. واقع الامتنان والشكر من تاثيره على الراجل وعلى الست. والله هي اولا الفكره كويسه جدا. اي حاجه بتشكريها بتزيد، لدرجه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لئن شكرتم لازيدنكم. اي حاجه انت ممتنه لوجودها فبتشكري النعمه دي بتزيد. فمثلا زي ما انت بتقولي اغلب الناس بتكون مركزه على الحاجه الوحشه، ومع ان هي ممكن تكون حاجه وحشه، وبتسيب الحاجات الكتير الحلوه. كان في قصه زمان بيقول لك ان مدرس دخل الفصل جايب حاجه شبه ملايه بيضه كبيره جدا وفيها نقطه سوداء، واما معلقها على السبوره، وسال الفصل كله انتوا شايفين ايه؟ كلهم تقريبا قالوا احنا شايفين نقطه سوداء، مع ان اساسا الحجم الكبير كله ابيض ولكن في نقطه سوداء. ولا واحد فيهم قال ان انا شايف ثوب ابيض وفي نقطه سوداء. فدي من الحاجات اللي اغلب الناس بيقعوا فيها، ده فخ من الحاجات الكعبله جدا يعني، لان هو بيخليه يسيب الحاجه الحلوه ويركز على الحاجه الوحشه. اثار ده على العلاقه ان اللي بيعمل حاجه حلوه هيبطل يعملها. انا كده كده لما بعمل زي ما بعملش، يبقى انا اه. هعمل ليه؟ ولكن الايجابي بقى لو انا بشكر وبكون ممتن للي بيتعمل، ان الحاجه دي لو اتعملت في اول مره بجوده 10%، المره الجايه ممكن تبقى ب 20 30 40 وممكن اكتر. دي بالنسبه للرجاله من الحاجات اللي بتظهر لهم كتير، اللي هو مثلا واحده كانت عند والدتها، رجعت البيت لقيت مثلا جوزها عامل لها المطبخ. هو ما عملوش زي ما هي بتعمله، هو عمله كراجل شايف كده ان انا كده تمام. الست هنا بيبقى قدامها حاجه من اتنين: يا تدخل تقول له ايه ده انا ما بعملش كده، انت المفروض كنت تعمل، وتبقى ده الطريقه بنسبة كبيرة بتاعتها، ده بنعمله لأن احنا او ان بنبقى هي عايزين تقول له ايه، الحاجة بالطريقة بتاعتنا. اه. تقول له ايه: تسلم ايدك ربنا يخليك ليا، ده انا مش عارفه والله من غيرك كان ايه اللي هيحصل. شوفيه المره الجايه وهو جاي يعمل نفس الحاجه هيكون اتعلم يعملها لها ازاي. ليه؟ لان انا لما عملت قلت لي شكرا، وانا بطبيعتي عايز اعمل لك، فانت كمان بتحسني من الفيدباك اللي انا بسمعه منك. انت جايه بتقولي لي الله ينور ده ايدك تمام، ده انا كده عايز اعمل لك 10 اضعاف اللي انا عملته. المره الجايه وانت واقفه بتعملي ممكن انا اللي اخش اقول لك طب بصي ارتاحي انت، اقعدي جنبي، ارتاحي انت قولي لي انا اعمل لك ايه. مجرد ان انت قلتي لي ايه؟ شكرا. شكرا. لكن تعالي بقى للحته الاولانيه: انت ما عملتش، انا بعمله بالطريقه الفلانيه وبسوي و طب خلاص انا هعمل ليه؟ ده انا المره الجايه اقسم بالله لو ايه بالذي انا ماليش دعوه، انا ما بعرفش اعمله زيك، اعملي انت، لان انت اساسا ما قلتلوش شكرا. ما قلتلوش شكرا. طيب، احنا بنقع في فخ بنألف النعمة. صح. يعني خلاص انا اوريدي، هو مثلا بيعمل لي كل حاجة، فخلاص انا اتعودت على الحاجات اللي بتتعمل، صح. فابتديت ان انا معرفش قيمتها. صح. هل من حق الطرف التاني ان هو يمنع النعمه دي، او مش هي نعمه، او يمنع الحاجات اللي هو بيعملها لمجرد ان انا بدي جرس تنبيه، يا فلان انتبه الحاجه دي مش دايما. صح. طب ما لان دي الاسهل ان انا ممكن، اقول له. ما هم انتوا برضو ما في ناس ممكن ما تطلبهاش اصلا. مش هقعد طول الوقت اقول للي معايا اشكرني على اكلي، اشكرني على حاجتي، حلو. اشكرني، او ان هي تقول له، او ان هو طول الوقت يقول لها اشكريني على. نبدا الاول ان المفترض ان يكون التقدير موجود. هفترض معاكي ان اساس العلاقه كان في تقدير، م. مش معنى كده ان مش هيكون في تقصير، لا هيكون في تقصير. فانا لما الاقي ان في تقصير ابدا اتكلم: يا فلان يا فلانه. يعني لو واحد بيكلم مراته: انت مش حاسه انا بعمل ايه مثلا؟ انت مش شايفه انا بعمل ايه؟ الجمله اللي بتتقال انت بتعمل ايه زياده غير عن كل الرجاله اللي بتعمله، وهو بيقول لها انت بتعملي ايه زياده عن كل الستات بتعمله. ما هو دول بقى الناس اللي احنا مش بنتكلم عنهم، دول الناس اللي مش بيقدروا بعض اصلا، مم. دول الناس اللي قاعدين لبعض بالحد والمصلحه، دول مش ناس متجوزين، دول الناس اللي فاكرين الجواز شركه. لكن الجواز احسان موده ورحمه. يعني انا قبل ما اوقف اللي انا بعمله لازم اتكلم، ادي تنبيه لازم الاول. اتكلم. ايه الوضع؟ مم. انا بعمل كذا، هو انت ليه مش شايفه ان انا بتعب؟ فهي مثلا حتى لو قالت له طب وانت بتعمل ايه زياده، مم. يقعد يتكلم معاها، يقول لها كذا وكذا وكذا، من باب ان هي فعلا مش فاهمه.
يعني خلينا ايه نحسن الظن في الاول، هي فعلا مش فاهمه، لان هي بتبص للعالم كله بمنظور واحده ست. طب تعالي، لا ده خلي بالك انا بعمل 1 2 3 4، وهي تقول له نفس الكلام برضه، انا بعمل 1 2 3 4، من باب نفس الكلام ان هو نفسه مش فاهم وهي بتحاول توضح له. لكن لو عدينا مرحله ان احنا وضحنا لبعض ومع ذلك ومفيش مفيش برضه شكر، تقدير. لا خلاص بقى، هتعرفوا وجود الحاجه اللي انا بعملها لما بطل اعملها. بس ده في علاقه جواز انا ما انصحش بيه، لان انا كده مش متجوز، انا كده مش متجوز. اما انا برضو قاعد في علاقه، انا ما بيتمش تقديري، ما بيتمش شكري على ابسط الحاجات، في المقابل اني انا ممكن اروح لناس تانية اعمل تلت المجهود ده وتتشكر. واتشكر حلو. اضعاف مضاعفه. لو الحاجه في اساس، يعني ايه في اساس؟ يعني من الواجبات اللي المفروض انت تعملها، انا انصحك في حاله زي دي ما تنتظرش عليها شكر. مم. لو الحاجه في واجب انت لازم تعمله، في كل الاحوال لازم تعمله. تمام. في حاله ان مفيش تقدير للدرجه دي، لان مش ده الطبيعي، لكن انا بقول لك في حاله ان مفيش تقدير للدرجه دي ما تنتظرش قوي، ولكن ما تعملش اي حاجه زياده. ما تعملش ما زياده. تعملش اي حاجه زياده. البونص بقى اللي مفيش بيتعمل اي بونص بقى، خلاص انتهينا. اه. ولكن ما تاثرش في الحاجه اللي المفروض ان انت تعملها. في اللحظه دي هيبان للطرف الثاني، ده برضو بعد ما انا اكون كلمت الطرف الثاني، في اللحظه دي هيبان بقى انا كنت بعمل ولا ما كنتش بعمل، انا كنت فعلا في حاجات بعملها زياده وكنت استحق عليها شكرا، ولا انا اساسا ما كنتش بعمل. مم. الوقت ده بيكون قدام الطرف الثاني بقى الاختيار. طب ايه، انا مش هكون مدرك للي بيحصل حواليا واكمل زي ما انا، ولا لا ده فعلا كان في حاجات انا كنت بأثر فيها، واروح اقول ما تزعلش يا فلان انا او يا فلانه، طبعا الاثنين، انا فعلا كنت مقصر في الحاجه دي، وبعد كده مش باذن الله مش هأثر فيها تاني. طيب في برضو ناس ما بترضاش ان هي تشكر من باب هيتمرع او التعود. هتتمرع. التعود، لا بالعكس، الشكر عمره ما يجيب مرعى. الشكر عمره ما يجيب مرعى. تخيلي كده ان احنا طبقنا دي على الحياه، انا خبطت واحد في الشارع من غير قصدي، وانا ماشي، احنا الاثنين ماشيين كتفنا جنب بعض، انا وقفت قلت له انا اسف معلش والله ما كانش قصدي. هل انت معتقده ان رد فعل الشخص ده ان هو هيزعق لي او ان هو هيحاول يتخانق معايا؟ اصل انا بنسبه بدات هنا بالشكر. 50% لا. لا يا ريت 50 اكتر طبعا، اكتر من 80 90% ان هو هيقول لي خلاص ولا يهمك، بس بقى مثلا ركز وانت ماشي اي حاجه. لكن تعالي بقى لنفس الموقف ده، انا اول ما خبطته يا طنشته ومشيت يا قلت له ما تفتح وده اللي ايه اللي بنسبه كبيره هيحصل؟ بنعمل ان احنا بنطنش. ايه اللي هيحصل؟ الدنيا هتكبر. اه. فمستحيل ان حد يقنعني ان انا لما اشكر انسان يتمرع عليا، بالعكس، لما اشكر انسان هيحاول يعمل لي اكتر. ده طبعا الانسان الطبيعي العادي طبيعي. السوي. انا كل ما اشكره كل ما هو يكون عايز يعمل لي اكتر. انا لما اروح مثلا داخل على مراتي ولقيتها عامله لي اكله جميله، اول ما اكلت قلت لها بسم الله ما شاء الله تسلمي لي وتسلم لي ايدك، هي كده هتتمرع عليا؟ احسبيها، تتمرع عليا؟ لا بالعكس، ده هتكون عايزه تعمل لي المره الجايه حاجه احسن من دي، لمجرد ان انا شكرتها على حاجه بسيطه، لمجرد انها ممكن تكون عايزه تسمعني تاني بشكرها. هتتمرع ازاي؟ ونفس الكلام بالنسبه للراجل، داخل وتعبان وجايب لها حاجه هي كانت عايزاها، اول ما شافتها ممكن تكون حاجه بسيطه، لكن اول ما شافتها ربنا يخليك ده احنا من غيرك ما، في اللحظه دي هو هيتمرع عليها، يقول لها ده انا اللي بعمل لك وانا، لا بالعكس، ده انا المره الجايه عايز اخش في حاجه تانية عشان تستقبليني الاستقبال ده، انا الاستقبال ده جميل، انا عايز من ده، انا عايز من ده يا حزنبل. طيب في برضو ناس مع مدرسه اللي هو ايه، ما تشكرش علشان اللي قدامك يجيب اعلى. يعني ايه؟ يعني خلي ان الشكر عزيز. ده انسان جعان. لا، ده انسان جعان. الشكر بيبقى على فعل، ما بالك بقى لو كمان على هدايا. لا ده انسان جعان، اللي بيفكر كده ده انسان جعان. يعني الناس اللي بتقول لك لا ما خلي شكرك عزيز علشان لما يتقال يبقى، لا مش خلي شكرك عزيز، الكلام ده غلط. الشكر المفروض ان هو يكون على اي حاجه مش الزاميه على الطرف الثاني اساسا. فمثلا الكلمه الحلوه ردها لازم يكون كلمه حلوه، الفعل الحلو برضه فعل حلو، وحتى لو واجب، يعني حتى لو هو بيعمل واجبه. احنا قلنا، احنا اتكلمنا ايه في الاول، ان الطبيعي ان في الواجب كمان انا بقول شكرا و احنا ده اتكلمنا عليه، لكن انا بتكلم على حد اساسا مش مقدر ده، فانا عايز الفت نظره ان انت لازم تقدر. ولكن حته ان خلي شكرك عزيز، لا انت كده انسان متعالي، انت انسان مغرور، والمفروض الناس ما تتعاملش معاك، لان لو انت شكرك عزيز طب ما انا اعز منك. كل انسان في نفسه هو احسن حد، وكل انسان عند نفسه هو اعلى حد على وجه الارض، فانت مش احسن مني. لو انت شكرك عزيز، ده انا اعز منك انت وشكرك، فانا لا هعمل لك ولا مستني شكرك، وشوف انت رايح فين. فاحنا كده مش بني ادمين.
كده دي مش تصرفات بتاعت ناس سويه، كده ده واحد هقدم لك ايه عشان تقدم لي ايه، اللي هي بيسموها السياسه التعاقديه، ان كأن احنا بينا عقد، انا لو عملت لك انت لازم تعملي، ولو انا ما عملتلكش انت مش ما. ه- طب وبعدين هل في جواز كده؟ هل ده ينفع ان هو يكون جواز؟ لا، دي شركه. عشان كده انا ما زلت مصمم ومصر على الكلمه دي، الجواز مش شركه، احنا مش شركاء، احنا مش شركاء، لان الشراكه هتجبرنا ان احنا نتصرف بطريقه ضد الجواز عموما، ضد مبدأ الجواز واساسه اللي ربنا كان بيقول ان هو سكن، اللي هو موجود فيه موده ورحمه. لكن احنا الاثنين لو شركاء، خلاص حقي وحقك، انا اعمل لو انت عملت، لو انت عملت. انت تديني فانا اديك، انت قصرت فانا اقول لك مع السلامه. طب وبعدين فين بقى ان الرسول يقول لنا اصبر على مراتك عليه الصلاه والسلام، والرسول برضو يقول للستات اصبري على زوجك، وهكذا وهكذا وهكذا. فين؟ ما هو لو انا كل حاجه حد ومصلحه انا هصبر ليه، كده مش هتبقى جواز، كده هتبقى شركه. يعني الشكر مهم. ده من اهم كلمة الحاجات. شكرا كده يعني، طبعا وده كلمه يعني شكرا تمرين كده بتخلي للناس اللي الانسان. بتسمعنا. ايوه. يعني جربوا، يعني حتى لو انت مش متعود تقول اه شكرا، والله يعني حلوه حتى دي، من باب التجربة، يعني جربوا حلوه شوف دي. تأثير كلمة شكرا على على اللي معاكوا هتبقى عاملة ازاي. صح، لان هي هتخلي الافعال الكويسه اللي بيعملها تتضرب في 10 مثلا، لان انا عايز اسمع شكر. مفيش انسان ما بيحبش المدح، مفيش انسان على وجه الارض دي ما بيحبش المدح، والشكر من اجمل اساليب المدح. ومش انا وحاجة بشكرك مش هتكلفنا حاجة، يعني خالص. احنا مش بنقول مثلا نجيب هدايا لبعض، دي لا لا. كلمة يعني، وبالمناسبه ما هي الكلمه دي هديه. يعني دي كلمة قولوها يعني، صح. ما بس شكرا جربوا بس. الامتنان في اي علاقه بيخليها اقوى واصح وافضل وادوم، لكن من غير ده ولا ليها اي وان لازمه. برضو لا يعني لا نألف النعمة، ان احنا ان بالظبط، الشخص اللي بيعمل كل الحاجات دي لازم يوميا، تقدره. لان هو لو هشوف الحياه من غير اللي هو بيعمله دي بالظبط. شكلها ايه. صح. بس يعني دي طريقه احنا مش بنحبها، ايوه، لا بس طبعا. يعني اعتقد كلمه شكرا لكن المبدأ نفسه نجربها. ان انت لازم تقدر الشخص اللي معاك بكلمة بفعل ايا كان، لكن لازم تكون مقدره. بس. تمام، نكمل الحلقات الجايه. بإذن الله.